الأخ السائل عزوزي من الجزائر استعرضنا بعضا من أسئلته. يقول في سؤال له في هذه الرسالة: ما هي الأمور الشرعية التي يجب على المؤمن أن يتعلمها مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمور الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها كل ما أوجب الله عليه من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة للأرحام وغير ذلك مما يتعلق في أمور دينه، فيجب على الإنسان أن يتعلم أمور دينه قبل كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله: فبدأ الله تعالى بالعلم قبل العمل. فمثل إذا أراد أن يتطهر الإنسان ويتوضأ للصلاة لا بد أن يعرف كيف يتوضأ، يجب عليه أن يعرف كيف يتوضأ. وإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يعرف كيف يصلي وماذا عليه لو أخل بكذا أو كذا، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وهذا معنى قول الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي يوصلنا إليك يا ربنا. أما ما لا يحتاج إليه من الأمور فلا يلزمه تعلمه إلا أن يكون فرض كفاية عليه. يعني مثلا تعلم المعاملات، تعلم البيع الصحيح والإجارة الصحيحة والرهن الصحيح والوقف الصحيح ليس بواجب على كل أحد، بل يجب على من أراد أن يتعامل بهذا، وأما غيره فلا يجب عليه، إلا إذا قدرنا أنه ليس في العالم من يعرف هذا فإنه يكون فرض كفاية ولم يقم به أحد فيجب على الإنسان.